السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ النهاردة باذن الله هنعمل وصفة سهلة جدا هنعملها في شواية البوتاجاز. هنعمل السمك المشوي في الشواية، وهنعمل البتنجان زي ما انتم شايفينه كده. البتنجان ده بطريقة جديدة، اتمنى ان انتم تجربوها. وطبعا عملنا سلطة وعملنا رز بالشعرية والعصير بتاعنا وكده. كده الوجبة بتاعنا كاملة، وتعالوا معانا نشوف المقادير. التوابل دي عبارة عن ايه؟ ملح وكمون وكزبره وفلفل اسود، ممكن تحطوا زعتر وممكن تحطوا زنجبيل، توم. المكون الاساسي اللي هي الرده، لان انا هشويه فين؟ في شوايه البوتاجاز، وهوريكم انا بعمله ازاي. كزبره خضراء وحوالي نص فنجان كده خل. حط الخضار ده في قلب السمك عشان لما اجي اشويه. الخضار ده عباره عن ايه؟ 4 طماطميات صغيرين قوي كده، وقرن فلفل حار احمر، و2 اخضر زي ما انتم شايفين، بصلتين صغيرين برضو جدا، وحوالي 3 ليمونات ونص كده، وحته جزرايه صغيره زي ما انتم شايفين. انا هعمل ايه دلوقتي؟ همسك الخضار بتاعي ده كله اضربه في الكبه بتاعتي. بالنسبه للبتنجان بتاعي انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا جبت البتنجان الطويل دوت، وقسمته 2 زي ما انتم شايفين كده، وحمرته في شويه زيت كده، مفيش اكتر من كده. هوريكم التتبيله المتميزه بتاع مطبخ مامي. كده حبايبي انا هقطع الليمون كده زي ما انتم شايفين كده، عشان ايه؟ ريحه الزفاره اللي في السمك تروح. شفت انا فاتحه منين؟ هقطع فيها ليمون كده. بصوا يا حبايبي انا عملت ايه. انا قطعت البصل زي ما قلت لكم في الكبه كده، وحطيت عليها فلفل وجزر وطماطم. والثوم عندي هنا لغايه دلوقتي لسه ما حطيتوش. هعمل ايه؟ انا هعمل اللي هي الطماطم والفلفل والحاجات دي، جزء لها للحشو السمك، وجزء هيبقى لتتبيله السمك بعد ما يطلع من الفرن، وجزء هيبقى للبتنجان اللي انا حمرته. فانا هعمل ايه؟ هحمرها كلها مره واحده كده، وهاخدها على 3 اجزاء. انا كده حمرت زي ما انتم شايفين اهو. هحمر يا دوبك بس يصفر كده او يدي ريحه حلوه كده. ادبل بس الخضار. هحط هنا زي ما انتم شايفين الكمون والكزبره والملح والفلفل الاسود، هحطه. وطبعا انا حشيت السمك بالليمون، يعني ليمونتين كده ولا حاجه، بتقطعيهم حتت صغيره كده وتقومي حاشيه السمك عشان ريحه الزفاره اللي فيها. هيتبلي الخضار دوت، هقوم واخده جزء منه حطاه للبتنجان بتاعي. وطبعا هتستغربوا، هتقولوا لي البتنجان بيتحط عليه بصل وطماطم وفلفل. انا هقول لكم ده بقى طريقتي ومن مطبخ مامي. ما هو لازم كل واحد يغير في طريقه اكله ويبدع. المطبخ ده بصراحه ابداع يعني. الخضار كده خد تشويحه. هحط الثوم الني، انا مش عايزاه طبعا ياخد لون، انا هعمله كده ني كده زي ما انتم شايفينه، على اساس ان انا هقسم الحكايه دي ل3 اقسام. هحشي السمك، وهعمل اللي هي البتنجان، وهعمل الدقه اللي هي الاخيره اللي نحطها على الوش السمك وكده. انا حطيت كده الكزبره الخضراء زي ما انتم شايفين. انا طفيت النار خلاص، حطيت شويه كزبره خضراء، وهحط دي بقى للدقه بتاع البتنجان. ماشي زي ما انتم شايفينها كده. حطيت فيها كل التوابل بتاعي اللي هي الكزبره الناشفه والكزبره الخضراء، وحاطه فيها ملح وكمون. الخل ده كان نصه خل ونصه ليمون. الفنجان ده كان نصه خل، حطيت عليه كمان نص ليمون على اساس ان انا احط البتنجان بتاعي اللي هيطلع ان شاء الله تحفه وروعه، واتمنى ان انتوا تجربوه. احط عليها شويه خل كده،
وهتبل، بس اسيبه بقى يبرد كده عشان ايه شويه، بس حاجه بسيطه يعني، مفيش وقت يعني كتير، حاجه بسيطه يبرد بس. زي ما انتوا شفتوا انا نقصت البتنجان شويه، وهنقص كمان لايه، للدقه اللي هتبقى على الوش في الاخر كده بعد ما يطلع من الفرن. بس كده كفايه. وهحط الليمون بتاعي الكتير قوي ده والخل عشان يديله طعم حلو. طبعا هنا في كل التوابل بتاعي، وهحط كمون كده زي ما انتم شايفين. انا حاطه هنا فلفل حر على فكره بس. وهضربها واعينها بقى لغايه ما احشي السمك، وبعدين هوريكم هعمل ايه. احشي السمك بتاعي زي ما انتم شايفين كده خلاص. محدش طبعا يستغرب يقول لي انتي عامله مسويه الخضار ليه. انا بحب اسوي الخضار بالشكل ده كده، بيدي ريحه احلى وطعم احلى. اتمنى ان انتوا تجربوه. بس هو كده خلاص خلص. هعمل ايه بقى، احطه في الرده، وبعدين هحطه، انا عامله صاج هنا اهو، وبعدين لما اجي احطه كده في الشوايه بتاع البوتاجاز. هوريكم انا بشويه بس على شوايه البوتاجاز، مش اكتر من كده والله. كده حبايبي انا حطيت الصاج بتاع الفرن كده، حطيت عليه ورق زبده، وقمت حاطه عليه السمك بعد ما بدرته بالرده. هدخله في الشوايه وهوريكم وهو في الشوايه. مش هنحطه غير في الشوايه بس، اما يتحمر وشه وظهر، اما يتحمر وشه هنقوم قلبينه على ظهره، واقوم جاي حاطه له الدقه بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها. خلاص انا خدت الدقه بتاعتي اللي انا سويتها زي ما وريتها لكم دي، حطيت كله على النار، جزر وبصل. الثوم ما حطيتوش الا بعد ما طفيت النار عشان ما ريحته ما تروحش. ودقه جميله وتحفه، اتمنى ان انتوا تجربوه. البتنجان بصوبيه الجديد. كده حبايبي زي ما انتوا شايفين كده طلع من الفرن خلاص. انا زي ما قلت لكم خدت شويه من الحشوه اللي انا حطيتها في القلب، حطيت عليها الليمون والخل وضربتها في الخلاط، وحطيت حوالي كوبايه ميه على الخليط ده زي ما انتوا شايفين كده ماشي. هقوم حاطه عليه كده عشان يطلع ايه طري وحلو كده، وبعد كده هيتصفى، وبعدين اقوم جايه مقدماه بس. ولازم وهو سخن كده بس. والسمك المشوي كده بتاعنا خلص خلاص. كده حبايبي خلاص وصفتنا خلصت. السمك المشوي اللي معمول في شوايه الفرن، اتمنى ان انتوا تجربوه، وصفه تحفه. وده البتنجان اللي قلت لكم عليه اللي انا عاملاه بطريقه جديده من مطبخ مامي. وعملت سلطه، وعملت الرز اللي بالشعريه، والعصير بتاعنا جاهز دلوقتي، والاكل كده عايز يتاكل. تعالوا اتفضلوا معانا، واتمنى ان انتوا تجربوا وصفتي. وعايزاكم تعملوا لي سبسكرايب، وتعملوا لي لايك وكومنت حلو زيكم كده، وتفعلوا لي الجرس. واتمنى ان انتوا يا رب العالمين كده دايما تدعموني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.